السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة بقى جايه لكم بفيديو حلو قوي. هعمل معاكم بقى النهاردة الفطير بعصيدة، فطير تحفة. العصيدة دي بتتعمل بالدقيق الذرة. تعالوا نشوف هنعمل العصيدة بتاعتنا ازاي. كده انا معايا حوالي 3 لتر من المية وفيهم شوية ملح، هنزل عليهم بالدقيق الذرة بتاعي. دي العصيدة اللي احنا هنعملها للفطير. تمام. احنا كده بقى بننزل بالدقيق شوية بشوية ونفضل نقلب عشان ما تكلكعش مننا. العصيدة مش عايزينها تكلكع. زي ما انتوا شايفين كده هنفضل نقلب، نحط شوية دقيق بشوية ونقلب. كده هنزل بشوية من الدقيق كمان وهفضل اقلب، مش عايزينها تكلكع مننا. كده نزلنا بشوية من الملح، اوعي تنسي الملح. اهم حاجة تحطي شوية من الملح وتفضلي تقلبي في الدقيق عشان ما يكلكعش منك. زي ما انتوا شايفين كده مفيهوش اي كلاكيع خالص. والافضل انت تقلبي بمعلقة خشب. انا مسكت المعلقة جيت اقلب اهو عشان ما يكلكعش. بقينا نبدل انا وسلفيته شوية عشان ما يكلكعش مننا. العصيدة عايزة ايه؟ عايزة قوة شوية علشان العصيدة لازم تتقلب على طول مستمرة عشان ما تكلكعش. زي ما انتوا شايفين كده جبنا مقصوصة وبدأنا نقلب كويس عشان مش عايزين تكتلات فيها. هنفك التكتلات اللي فيها كلها لغاية ما تستوي معانا. احنا عايزين العصيدة بتاعتها تستوي. زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده. دي العصيدة اللي هتخلي طعم الفطير بتاعنا مسكر وطعمه حلو. تفضلي تقلبي فيها بقى لغاية ما تستوي معاكي خالص، تحس ان هي بقت استوت كده. تمام زي ما انتوا شايفين كده هي بدأت تستوي معانا هي. احتاجنا شوية مية كمان نزلنا بيهم، نزلنا كمان شوية من المية لغاية ما استوت معانا. وتعالوا بقى نشوف كده بقى اتنين رتل من الحليب عليهم 3 كيلو من الدقيق وبنحط عليهم حتة من العصيدة زي ما انتوا شايفينها كده. تمام. ونقعد نقلب فيها، نقلب العصيدة على الدقيق. انا بوريكم مقطع اهو، احنا قطعنا الفطير كله، فانا بوريكم ايه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بوريكم حاجة بسيطة. بنقلب الدقيق بقى باللبن وبعدين نحط عليه العصيدة ونقطعه كده ونحط في قلبه السمنة، الزبدة او القشطة، ونحطه ونقفل عليها بالشكل ده. تمام. وبنرص على الطاولة بتاعتنا. السمنة هي بوريك كمان واحد بتحط السمنة في قلبها. ماما بتمسك العجينة وتروح فتحاها وحاطة في قلبها السمنة وتلم عليها العجينة. تمام. دي العصيدة في قلب الدقيق. 2 كيلو من اللبن عليهم 3 كيلو دقيق يا جماعة وعليهم حتة عصيدة. تمام. انا كان نفسي اوريكم من الاول خالص بس بصراحة انا ملحقتهمش، فانا بوريك اهو ماما وهي بتقطع ازاي. وكده بنرصها على الطاولة بتاعتنا، رشينها برضو رشة من الدقيق زي ما انتوا شايفينه كده. قطعناه زي ما نكون بنقطع العيش القمح بالظبط على الطاولة. ما شاء الله هي دي كمية الفطيرة، هي شكل تقطيع العيش بالظبط. دي بقى رحروحة، اسمها رحروحة. لبن، لبن وعليه دقيق وبنحط عليه حتة العصيدة دي. تمام. ماما بقى هتقلبهم على بعض كده زي ما انتوا شايفين، الدقيق مع اللبن. فبقى حتة العصيدة دي ماما حطيتها كده على الدقيق وهتقلبهم. هتشوفوها في اخر الفيديو شكلها ايه. طعمها جميل قوي، اسمها رحروحة باللبن.
كده هننزل بالدقيق اهي، بتنزل بالدقيق شويه بشويه لغايه ما تعجنه وتظبط الايه العجينه. كده نزل بالدقيق اهوت، وهتعجنهم بقى لغايه ما تظبط العجينه. هي كده ايه، ظبطت العجينه هي ما بتخمرش ولا حاجه برضو. هنشوف اخر الفيديو بتتخبز ازاي. وكده بقى الفطير بتاعنا ارتاح، وولعنا الفرن بقى الفلاحي. انا بقى بس بدوس عليه بايديا كده، ببططه شويه بايدي، نلقطه زي العيش القمح بالظبط، بتلقطيه على ايدك زي العيش القمح. وده الفرن اهوت. ماما بقى ايه، هتبدأ تخبز كده، نرش رشة من الدقيق على رشة من الردة، ومن رشة ايه على المطرح. كده بقى نبدأ نلقط الفطير بتاعنا، نكبره على ايدينا وعلى المطرحة. يعني انتوا شايفين بالشكل ده كده. اهو. ماما بتكبره بقى على المطرحة بالشكل ده، وانا بقى ايه هدهن وشه السمنة. السمنة بتاعتنا هي دي زبدة على قشطة، هدهن الوش بقى. على فكرة الكلاكيع اللي في الفطير دي سمنة زبدة من جواها، اللي احنا ايه حطيناها جواها عشان بس الجو برد شوية، فهي ايه السمنة متجمدة معانا. ماما بقى تحدف في الفرن الفطير. الفرن ده جميل جدا، بيطلع الفطير حلو. هوريك كمان واحدة بقى واحنا بنعملها. برضو دي انا دهنتها برضو كويت وشها، وماما حدفتها في الفرن. نلقطه بالشكل ده، نعمله على ايدينا كده، نكبره على ايدينا، وبعد كده نحطه على المطرحة، نكبره اكتر، وبعد كده ندهن وشه بقى الزبدة، وبندخله الفرن زي ما انتوا شايفينه بالشكل ده كده. اديني انا بدهن وشه بقى، انا اللي عليا دهين الوش، ادهن الوش بتاعه زبدة اهوت. كده انا بدهن الوش بالشكل ده، وبعدين ندخله الفرن. شوية فطير سكر، العصيدة بتخلي الفطير مسكر وجميل. ما شاء الله جميل وطعمه تحفة. متنسونيش بقى بلايك حلو وكومنت حلو ممكن كده. هدهن وشه زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله حلو قوي. اللهم بارك. شايفين الشكل؟ شايفين جميل جدا. مم. شوية فطير سكر. ما شاء الله تحفة. هحط بقى كل فطيرتين كده لوش بعض عشان نوسع الفطير التاني. ما شاء الله كنا عاملين كمية كبيرة. اللهم بارك، حلو قوي. دي الذرة مخلي طعمه تحفة، دي بنعملها اسمها عصيدة. وكله ما شاء الله حلو وقعر ووشه جميل. زي ما انتوا شايفين كده الفرن دوت بيخلي الفطير جميل جدا. كده ما شاء الله احنا خلصنا كمية الفطير بتاعتنا. خلصنا الفطير بتاعنا ما شاء الله. اللهم بارك. تسلم ايدك يا امي. الفطير بتاعنا في الفرن شايفين، حبيت اوريكم اللحظة دي وهو طالع كده على المطرحة. ما شاء الله اللهم بارك. عسل وجميل جدا. دي بقى يا جماعة الرحروحة اللي انا قلتلكوا عليها. بصوا انا وريتلكوا بردك مقطع وانا بقطعها، بنقطعها كده على المطرحة. انا بجيب حتة من جنب الطبق كده واروح قطعها بايديا، والمطرحة عليها في اول ما بتحط في الاول كده عليها شوية ردة وشوية دقيق،
ونروح قاطعينها عليها. هي دي بقى يا جماعة الرحروحة، شايفينها؟ شايفين قبة وجميلة ازاي، وطعمها حلو قوي. ودوت الاكل الصحي، يعني دي الذرة دوت صحي ما شاء الله اللهم بارك. حلوة برضو باللبن وبالقشطة، حاطين فيها قشطة برضو، والحمد لله فيها خير يعني. بقطعها بالشكل ده